السلام عليكم. كالعادة خنز ريحة البوال القائد الأعلى للجيش الشعبي اللعبي الجزائري باقي مسكين كيشري في الأسلحة الخردة الروسية اللي ما باغي حتى شي واحد. وكانت آخرة المقتنيات ديالو من الأسلحة الخردة الروسية واحد الغواصة اللي سميتها ياكوتسكا. هاد الغواصة هادي كتبنيها هذيك الشركة الروسية اللي سميتها ادميرالتي شيب ياردز، اللي هي تابعة لواحد الشركة روسية عملاقة او اس كي اللي هي يونايتد شيب بيلدين كوربوريشن. هاد الشركه هذه يعني اطلقت واحد المناقصه لشراء هاد الغواصات هذه الخرده اللي ما باغي حتى شي واحد، وسمات المشروع 636.3 لهاد الغواصه هذه اللي هي ياكوتسكا. وبالفعل الجزائر كما العاده دخلت المناقصه باش تشري هذه الغواصه هذه. وبالمناسبه هذه الغواصه هذه تم انشاؤها من طرف تلك الشركه باش تعوض واحد الغواصه خرده قديمه 677 لادا، هذا هو الاسم ديالها، للبحريه الروسيه. تخيلوا الشركه الروسيه والبحريه الروسيه ما بغاش تشريها هي تجدك. علاش؟ قالت لك فيها عيوب كثيره. ولكن خرج ريح البوال يشريها. عموما هاد الغواصه هذه ديال ياكوتسكا راه باقا ما تمش الانشاء ديالها، يلاه طرحوها يعني في واحد المناقصه باش يبيعوها. وكتقول الشركه بانهم انتهوا تقريبا من 90% من بناء هاد الغواصه هذه، وجربوها يعني طفت على سطح الماء الحمد لله. يعني الغواصه تطفو على سطح الماء، ولكن غتكون جاهزه في نهايه هذه السنه. وهاد الغواصه بالمناسبه من الجيل القديم الجديد. كيفاش؟ حيت هي ديزل الكتريك ساب مارين، يعني واحد الغواصه اللي كتشتغل بالديزل بالوقود بالمازوت وكذلك الكهرباء. وبالمناسبه ملي كتجي تشوف الصفقات ديال هاد الشركه هذه لمن باعت تلك الغواصات، يعني هذا المشروع هذا ديال 636.3 فهو نسخه محسنه من واحد الغواصه قبل منها اللي كانت في المشروع ديال 636. لمن باعتهم هاد الشركه؟ باعتهم سيدي للصين وللجزائر. وهذيك النسخه ديال 636 كانت نسخه محسنه من واحد النسخه اللي مسمينها 636.1. لمن باعتهم هذيك الشركه؟ الفيتنام والجزائر. وتلك النسخه ايضا كانت نسخه محسنه من واحد النسخه قبل منها اللي هي 877 اي كي وكذلك اي كي ام. لمن باعتهم؟ البولونيا، لرومانيا، للهند وايران والجزائر. يعني الجزائريين جدك ديما حاضره معنا في المشتريات ديال هاد الشركه هذه ديال تلك الغواصات الخرده اللي ما باغاهمش اصلا البحريه الروسيه، ما باغاهمش يا جماعه. ولكن خرج ريح البوال ياخذهم. كما قلت لكم عاوتاني غير هذه واحد الشهر كتنفرض الحمد لله بان هذيك الشركه الروسيه ديال روستيك كان عندها عاميات جدك، وهي كتقلب على مشتري لهذيك الطائره ديال السوخوي 57 اللي هي سو 57. ما لقاتش شكون اللي غادي يشريها. ولكن مؤخرا طلعوا بيان فرحانين قالوا حنا لقينا مشتري يا جماعه، لقينا مشتري. شكون هو هذا المشتري؟ خرج ريح البوال. قالوا الحمد لله من بعد واحد العام. تخيلوا الشركه كتعترف، قال لك من بعد عام وحنا كندوروا بهذه الشركه هذه في هذيك المعارض العسكريه ديال الطيران وطائرات المقاتلات، لقينا مشتري الجزائر الحمد لله شرات من عندنا 6 ديال كيما شرات من عندهم السوخوي اللي قبل منها والسوخوي اللي قبل منها. خرج ريحه ديما حاضر. يعني كيعيط لي بوتين كيقول لي الو خرج ريحه عندي واحد الطائره سوخوي باقا بميكتها تشريها. كيقول لي انا نشريها يا جدك. كاود عيط لي خرج ريحه عندي واحد الغواصه عسكريه مقاتله تطفو فوق سطح الماء باقا بميكتها جديده، ولكن تحت واحد ما بغى يشريها. كيقول لي انا نشريها يا جدك حفاظا على العلاقات التاريخيه. حين روسيا الاتحاد السوفيتي راه وقف معانا في الحرب الرمال، ولولا الاتحاد السوفيتي اللي سلحنا وبعث لنا الجنود نتاعو كانوا المراركه غادي يقعدوا الجزائر كاع على القراعي تاع كوكاكولا. واش عباد الله كاينه شي غواصه من الجيل الجديد كما يدعون باقا كتخدم بالديزل، باقا كتخدم بالمازوت؟ الا الغواصه هذه تكون غاده تحت من الماء، تخرج من الماء ودوز عبر الشاطئ وتمشي ستاسيون افريقيا زعما دير البلان. ولا غيديروا لهم محطات في البحر تولي الغواصه طلع فوق الماء السلام عليكم دير واحد 100 درهم. دير واحد 100 درهم سوبر. المهم خرج ريح البوال اشترى تلك الغواصه ديال
ييكوتسكا راسيسكايا بارفودنايا لودكا، يعني الغواصة الروسية المقاتلة الشريره. وبالمناسبه كما قلت لكم في هذيك الصفقه ديال سوخوي اكيد غادي يطلعوا الاذناب ديال الكاميرات الاعلام ديالهم، غيديروا بروباغندا ويقول لك الغواصه الشبح، يعني شبح البحر الميت التي ترهب المراركه. غواصه خدامه بالمازوط هي جدك، المراركه راهي صيفطوا لها وقيده. يفرقعوها وسط الماء، ما يحتاجوش يخسروا عليها صواريخ. المهم كما العاده كما انفارت بديك الصفقه ديال سوخوي 57 الخرده اللي اشتراها خنزريح البوال، انا كنفارد لكم بهذه الصفقه هذه اللي باقا ما تمتش ديال شراء تلك الغواصه ديال ييكوتسكا الخرده الروسيه اللي شراها شنقريح البوال. هنا كيبقى السؤال، واش هذيك الاموال في الجزائر ما عندهاش شي واحد اصاحبي يسول عليها؟ ليس لها صاحب. بالمناسبه هاد الصفقات هذه ديال الاسلحه راه كتكون فيها عمولات. عندك صاحب الخنزريح البوال بارك كيشري ما كياخذش عموله. هادشي راه كيعترفوا به الشركات الاجنبيه ملي كيبيعوا الاسلحه لهاد الدول ديال العالم الثالث والدول الناميه، وداك الشيء كتكون 20% لهذاك الجنرال اللي مسؤول على تلك الصفقه. هادشي ما كيوقعش مثلا في فرنسا ولا امريكا ولا مثلا بريطانيا الا شرات شي غواصه امريكيه، لا، حيت هذاك الجنرال المسؤول كيكون موظف عند الدوله وكيكون مراقب وكياخذ المرتب ديالو فقط لا غير. اما بحال مثلا الجزائر تونس مصر مع احترامي ملي كيشريو شي صفقه ديال الاسلحه، هذاك الجنرال المسؤول هذاك الكابران اكيد كياخذ الباي ديالو، والصفقه كتكون بملايير الدولارات. وشوف هذيك 10% ديالو ولا 15% شحال جات، يعني نهب لاموال الشعب بطريقه مقننه. وفي الاخير خنزريح البوال كيشري في هذه الاسلحه الخرده الروسيه منذ سنوات وباقي ما حارب، ما باقي ما شفناش وجهه في الصحراء المغربيه. وفي الاخر هادشي كامل غادي يتلاح في الزباليه جدك. حيت خنزريحه عمرو غادي يحارب لا هو لا داك الجيش ديالو، حيت ليسوا اهل حرب ولم يربحوا حربا في حياتهم ولن يكون لهم ذلك، خصوصا مع المغرب أسود الأطلس. والسلام عليكم.